ادينا تفاصيل اكتر يا فندم عن اللي حصل. هو النهارده حوالي الساعه 4 كان في زياره للمساجين في اسم تاني العاشر من رمضان، واثناء الزياره واثناء ادخال طعام للمساجين كان في شائعه صارت بينهم باستمرار. معلش يا فندم، هو سجن ولا اسم شرطه؟ اسم شرطه، اسم شرطه تاني العاشر، ما هو الاسم فيه في السجن او الحجز فيه. تمام. لا سجن. تمام. سجن مش حجز. تمام ماشي. اثناء ادخال الطعام كان في اشاعه صارت بين المساجين ان هيستمر حبسهم في السجن علشان خاطر المحاكم علقت دوراتها وانعقادها. تمام. واحنا بندخل الاكل او القوات بتدخل الاكل للمساجين، صاروا وكسروا الباب البطاطين اللي عندهم واشعلوا النار في مدخل الاسم وحاولوا الهرب. القوات تصدت ليهم، الحمد لله تم السيطره على الموقف بسرعه، وتم ادخال المساجين للسجن بالكامل، بس تبين بعد كده هروب 2 من المساجين اللي كانوا موجودين. في 2 تم السيطره عليهم. طيب التعامل يا فندم، يعني في اي خسائر بشريه او ماديه اثناء التعامل في الموقف ده؟ لان في وصل لنا اخبار ان في واحد لقى مصرعه اثناء التعامل، واحد مات. هو اصيب ونقل للمستشفى وتوفي هناك متاثرا ده سجين يا فندم؟ مسجون. مسجون لان هو بيحاول الهرب وخرج من باب السجن وخرج من باب الاسم، وده يحق للتعامل معاه باطلاق الرصاص طبقا للقانون. وده اللي حصل معاه. تم تحذيره لانه استمر في الهرب، تم اطلاق رصاص عليه، جت في كتفه، نقل للمستشفى، توفى هناك. والامور كلها تحت السيطره، والحمد لله احنا قدرنا نلم باقي المساجين وتم نقلهم من مدينه العاشر من رمضان لسجن اخر باحكام السيطره الامنيه. أشكرك اللواء محمد العنتري، مدير أمن